اهلا بيكم يا بنات، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه مع رز اصفر مع رز بسمتي. فراخ مشويه على الفحم، اطعم فراخ هتاكليها وهتعمليها في بيتك وضمناها ونضيفه. ادخلي الفيديو، كملي الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبك. ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل فيديو انا بنزله. ولو عندك اصحابك شيري الفيديو لاصحابك كده يا بنات، وشجعوني ان انا اكمل واستمر في القناة. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم ويكون خفيف كده. النهاردة الفراخ بتاعتنا انت عاملاها في بيتك وتتبيلتك في بيتك وشويتك في بيتك، انت عاملة كل حاجة في بيتك بايديك وضمناها 100%. تجربي الطريقة اللي انا عاملاها دي وجربيها للاخر. واسمعي الفيديو للاخر، فيه معلومات مهمة جدا. لو الفراخ بتنشف منك، الفراخ بتجرمز معاكي، ما بتعرفيش تاكليها، بتحروق منك، شوفي الفيديو للاخر وهيعجبك، في معلومات مهمة جدا. لو انت الفراخ بتنشف منك يا بنات. كده خلاص يا بنات، انا خلصت الكمية كلها وهلفها بالورق الفويل. الخطوة دي مهمة قوي يا بنات. الخطوة اللي انا هقول لكم عليها دي هي اللي هتخلي لك فراخك طرية، وهتخلي الفراخ معاكي جوسي مش ناشفة او محروقة. الخطوة دي يا بنات اللي هي ان انت هتحطي الكمية بتاعتك الفراخ ايا كان انت هتشويه فيه فراخ او ديك رومي او حاجة من اللي هي بتاخد نار شوية. هتلفيها في الفويل شوية وتضيفيها على الفحم. هتشوفوها في الفيديو هنا، كملوا الفيديو ان شاء الله وهتشوفوها وهقول لكم عليها. خطوة مهمة جدا ولازم تعمليها لو انت بتشوي على الفحم زي كده في البيت. طبعا انضف واطعم. وانت عارفة انت عاملاها ازاي وبايديك ونظافة. ولو وصلتوا لحد هنا يا بنات اعملوا لايك كده وتشجعوني وان انا اكمل في القناة وانزل لكم كل فيديو ان شاء الله انا بعمله. لو عجبك كده تفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لك كل فيديو انا بنزله. الخطوة دي يا بنات مهمة قوي، هي ان انت بتخلصي كمية الفراخ بتاعتك وبتلفيها بورق فويل زي ما انا لفيتها كده، وهتحطيها كده باللفة بتاعتها دي كده في الشواية بتاعتك، في الجريلة الشواية هنا، وبتضغطيها ضغطة محكمة عشان تنزل اي سوائل منها وهي بتتشوي. ده اللي بيخليها تستوي معاكي، وكمان بيخليها بنات ما تنشفش منك وما تتحرقش منك. هنا احنا بنسويها على الفحم. هنا طبعا انا مستخدمة المروحة ليه يا بنات، لان انا طبعا مش هقعد اهوي بايدي ورقة وكده ودخان، وطبعا لا، المروحة بتسهل عليكي. خطوة برضو حلوة قوي ان هي بتسهل عليكي الفحم يولع معاكي بسرعة. هنا الخطوة دي يا بنات اللي بقول لكم عليها، اللي هي تخلي معاكي الفراخ حلوة وطرية ومش تنشف منك. حلوة اوي، جربوها بالخطوة ديت. الخطوة دي حلوة اوي بنات. بتخلي معاكي الفراخ طرية. وانت بتاكليها مش تحسي ان انت بتاكلي كده فصوص مجلدة، لا، بتاكلي فراخ وفي نفس الوقت طعم الفحم فيها. وبتبقى حلوة قوي وبنظافة. طبعا انا بسويها نص التسوية على الفحم بالطريقة دي، وبعد كده لما تدخل كده في نص سوا بشيل الورق ده خالص وبسيبها في الجريل بس كده وعلى الفحم، وببدأ بقى ان انا اديها الشوية الممتازة بتاعتها اللي انتوا هتشوفوها في الاخر بإذن الله. هنا كده خلاص خدت يا بنات نص التسوية. هنا خلاص دخلت في نص السوا. بنشيل الورق الفويل ده بنات، بنشيله خالص كده ونبدأ بقى ان احنا نحطها على الجريل بس كده. طبعا مفيش فيها اي صعوبة، انتي بتشيلي ورق من الجنب وتبدأي ان انتي تغطيها بالجريل وتبدأي ان انتي تقلبي الجريل وتشيلي الورق من الناحية التانية. طبعا لا هيهرد معاكي الفراخ ولا هيفسخها معاكي، وهتبقى معاكي لاخر قطع حلوة قوي ومشوية كلها. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك وهتدعيلي.
كده خلاص انا قلبتها على الجريل، وابدأ ان انا اشيل الفويل من الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة تشيل معاكي. والفراخ بتاعتك طبعا هتزوديها الباقي معايا كمية من التتبيلة اهي. هبدأ ان انا ادهنها تاني مرة كمان بالتتبيلة ديت. وبكده خلاص يا بنات احنا دهنا التتبيلة بتاعتنا والفراخ بتاعتنا. هنبدأ بقى ان احنا نديها الصدمة بتاعتها الشوي على الفحم. وما تقلقوش يا بنات، هي الخطوة دي مش هتخليلك الفراخ ملهاش طعم ولا حاجة، لا بالعكس هتخليلك طعم الفحم فيها، وهتخليها مستوية معاكي ومش ناشفة خالص. وهتاكليها لاخر قطع حلوة قوي، سواء بتاكليها بعيش وطحينة او برز بسمتي او برز عادي. انت هتاكليها لاخر قطع معاكي حلوة قوي ومستوية. وما تقلقيش من الخطوة دي خالص. كل اللي جربوها حبوها بالطريقة دي يا بنات. كده خلاص احنا خلصنا الجنب التاني. هنقلبها بقى هنا وهنبدأ ان احنا برضو ندهن الجنب الناحية التانية بالتتبيلة. وكده يا بنات الفراخ بتاعتنا دخلت خلاص في الوش اللي احنا عايزينه. خلاص ان الوش التحميرة بتاعتنا على الفحم. وتفضلي بقى ان انت تقلبي فيها مرة واتنين وتلاتة لحد ما تاخد الشكل اللي انت حباه او الشكل اللي انت محتاجاه. وتفضلي ان انت تقلبيها كده في الجريل شمال ويمين لحد ما تخلص معاكي. وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص. وتحطي بقى الفراخ دي معاكي تقدميها مع عيش، سواء هتاكليها مع عيش او طحينة او سلطات مع الشيبسي. برضو كده حلوة قوي. سواء برضه تعمليها زي كده انا ما عملتها مع رز اصفر. تاكلي منها مش هتشبعي منها خالص، وهتاكلي احلى فراخ مشوية على الفحم ونضيفة وببيتك وبايديكي انتي، وضامنة ان انتي عاملاها بايديكي، وهتبقى صحية ليكي ولاطفالك كمان. لان هي الشواية ديت الفحم مش قريب منها خالص، ده بالعكس حلوة قوي يا بنات. الشواية دي انا جبتها واعتمدتها كل مرة بعملها بتطلع اطعم من اللي قبلها. اتمنى يكون هنا الفيديو خلص ويكون عجبكم، واشوفكم دايما كده يا بنات في خير وبأحسن حال يا رب. واللي يجربها يا بنات يقول الطريقة عجبته ولا لا، ويكتب لي في كومنت. وان شاء الله بكده كده يكون الفيديو خلص. وبألف هنا وشفا على اللي كل، وبألف هنا وشفا على اللي هيعملها وياكلها. اشوفكم دايما بخير يا رب.